يعني عشان كده انا شاورت لكم مثلا زوجاتي والكلب، وبعديها المرأة والسطور، وبعديها حتى الفيلم اللي انا بوصفه، لا مش عايز بوصفه بانه ضعيف. في ملامح. يعني المشهد اللي ما قدرش يستغنى عنه ابدا سعيد، هي ماشيه على البحر وبعدين فجأة هتروح الكباريه. مشهد البحر ده، الضباب ده، سعيد الموجة اللي بتتكلم وتقول لك رسالة، ده عند سعيد في 4-5 أفلام بطرق مختلفة، حتى باللاوعي بتاع سعيد بيطلع. الممشى بتاع الفنار هتلاقيه في المرأة والسطور مع الاختلاف، ربما يبقوا كلبين، ربما تبقى الهانم نفسها، وهكذا. في ملامح بتخرج عنك، والمبدعين اكتر مني يفهموا في الحكايه دي. وظيفه الناقد بقى تقول ايه؟ يقول له اللي هو ما كانش واخد باله منه، ده طالع منين. دي الملامح دي اللي بتشكل ملامح المبدع.